ايوه حاضر. كيف؟ ليش ما اقول لك من الطريق يعني؟ هذا هو طبعا. شوف بس قد كذا كفاية مرة يعني، شايفين؟ كأنه نفسي اكله زي الزبدة. ما شاء الله. خلاص هذه الطريقة كذا، اتوقع ما هي صعبة يعني، الطريقة ما فيها شيء يعني. ها شايفين؟ بس كيف كيف كان قبل شوية ناشف، تقدم كذا ترجعه كيفك. ها شوفوا اللي بانت لكم اللمعة ولا لا؟ هي تبان اكيد كيف. شوف ثابت الشاطح، حتى انت تحط في دقنك كذا عادي يعني، بس شوية البقايا يعني، مو فاهم، وتحط في دقنك كذا الكريم نفسه، لا بس البقايا كذا. المهم احنا نوريكم كم كابشرز على الكريم هذا، فاتوقع اللي دحين راح يشتريه يعني ممكن ما تلقاه، فاهم؟ في عندي عطر، طبعا تعرف عطر انا سوفاج ديور، بس هذا لما نبغى نروح النادي وكذا. شوفوا شالين هذا، ها صوروا، راح تتمرن كذا سبورت تحسه كذا، فاهم؟ الله هاي تفهم. المهم طيب اوكي، ان شاء الله اني صادق دائما معاكم، وما في شيء احد يكذب يعني عليكم، ما بيقدم لكم الا كل شيء طيب ان شاء الله. حبيب قلبي انت الكفو يا قمر. ان شاء الله مضبطك معنا، مضبطكم. طبعا بقول لكم على شغله، بس دقيقه اعطوني بس شوي بس. طب هاي نخلص بعدين نصور سناب. طيب البعض يفكر في معتقده يعني انه انا من الناس اللي مزاجي قفل الصالون، قفل المغسلة، كسر المغسلة، كسر الصالون، بدل عدل، يعني ما عندي لا شغله ولا مشغل غير اني اشغل نفسي. في بعض الناس تفكر كذا ويزعلوا مني على فكرة، لانهم يكونوا زباين للمغسلة او للصالون. هاي اللي يبغى يسوي بديكير، يبغى يسوي مساج، يسوي حمام مغربي، تعودنا عندك في المركز نسوي، لقينا مقفل. ايش فجأة كذا مغسلة السيارات نفس الشيء. طيب انا بقول لكم على شيء، انا ممكن اكون مخطئ اني فجأة اجي دف 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 دف، ما اديكم خبر قبلها امهد لكم، انا مخطئ. بس ايش الله علي اني لاني الشخص المزاجي واللي كذا على قولهم فلوسي زايده كذا العب فيها، لا والله. انا اشوف كميه الاشياء اللي انا الاحظها مثلا في المغسله او في المركز في الصالون، يعني كل يوم تيجي في بالي اشوفها، تيجي في بالي اشوفها، تيجي في بالي اشوفها، لاني امر على شغلي واشوف انا تضايقني، فهمت؟ فيجي يوم كذا اقول خلاص يلا يا ابوي ابغى هغير. تضايقني مو انه خلاص من كثر ما اشوفها تضايقني، لا، في ملاحظات يعني اشوف الزبون جالس مبسوط وكل شيء من الخدمه وكل حاجه تمام، بس في اشياء كانت غلطتي انا اول ما سويت البراند. يعني انا ماني متخصص في مجال معين في التجاره، انا متشعب متنوع، يعني مغسله يعني غسيل سيارات، مركز حلاقه او عنايه بالرجل، عقار عماير، مطعم اكل اندونيسي، كلها مختلفه عن بعض، فهمت؟ فقاعد اتعلم وغيرها طبعا يا رب لك الحمد، بس قاعد اتعلم من اخطائي. يعني انا اللي كنت
يعني اسوي البراند بنفسي كذا، واجيب العمال واجيب عامل البنا واجيب البويجي واجيب الكهربائي وسوي ولا تسوي. بس من يوم ما اشتغلت في المغسله بالشكل الجديد، لو تلاحظوا انا قفلت المركز، مركز العنايه بالرجل، بعد ما انا خلصت او شبه خلصت المغسله. لما اشتغلت المغسله وشغل مع مقاول ومهندس وكذا، واعطي الخباز خبزه يا اخي، واعطيته افكاري والشيء اللي ابغاه وضفت لمساتي، حسيت انه براند تشينج كار ان شاء الله، انه براند حلو بالديكور بالشكل بكل شيء، ما بالتشغيل بكل شيء حلو. فانت كتاجر عليك التشغيل، عليك التفكير، عليك تدير ادارتك. انا اتكلم عن نفسي المفروض، يعني مو اني انا اروح اكسر واسوي وافعل معاها او تفشل فيها. هي بدايه للنجاح. اعترف دائما اقول انا والله رغم انه الصالون كان حلو وشكله حلو وذهبي وكذا صح، بس هو حلو كشكل، لكن قلب المكان من جوا، المواصير، الدنيا فيها اخطاء. اوقات تطلع ريحه وانت بكرامه بياره، تخيل ريحه بياره وانا في مركز عنايه، صعب. اقعد هذا طب حط بخور، ايش الا بخور مع ريحه بياره؟ فين قاعدين احنا؟ لا انا اكسر المحل كله، ما يرضيني الصراحه. ما انا بقدم جوده وحاجه ترضي ربنا قبل ما ترضي المتابعين او الكاستمر، العملاء يعني. فهمتوا؟ فقررت انه سنه 25 هذه تكون كلها تطوير للبراندات اللي انا موجوده عندي. يعني انت اشكار قاعد ان شاء الله انه المغسله كيف كانت وكيف صارت حلوه صح، ان شاء الله حتشوفوا شيء مره يعني يعجبكم. والمركز حيكون نفس الشيء، عقبال توان ان شاء الله كلها رتبها تكون براند. فلا تزعلوا مني، اسال الله انه يجعل في كل خطوه لكم رزق ويوفقكم، وما هي مساله مزاجيه، وان شاء الله تنبسطوا في الايام القادمه. يعني حتى الناس اللي كانت ما تحلق الا عندي او ما تغسل السياره اللي عندي، فيعني ان شاء الله يعني اضبطك واجيك، اقول اتعلم واجيك. الله يوفقنا وياكم. وهذا مركز تشينج، تعالوا شوفوا كل متكسرات، فكوه كامل، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف هذا كله حيتغير. هنا حيصير ان شاء الله 12 كرسي، كانت 6 كراسي بس او 5 زي ما انتم شايفين، كان هنا وهنا بس. حتشوفوا فين حيكون هنا حتكون الكراسي الثانية، حتكون فيه ان شاء الله. السلام عليكم. حتكون فيه 5 او بالاصح 3 غرف بديكير. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب هذه منطقة الأطفال كانت شوف ايش حتصير. هنا كان البديكير، شوف كان 1 بديكير بس. ليش 1 بديكير؟ هنا كان ايش؟ هنا كان مستودع ودورة مياه، كسرتها شايفين؟ هنا كانت مغسلتين وحمام واحد. هنا كان في جدر، هذا الجدر شايفينه، كان كذا الجدر هنا مع الغرفة هذه، بس في حمام واحد أو عفوا شو اسمه مستودع. لكن إن شاء الله حيكون في غرفة عريس، ودول الغرفة إن شاء الله 3. شفتوا ليش التكسير والتطوير حتى في الدخل يفرق معاك كثير. حلوة دي التكسير والتطوير، حتى في الدخل يفرق معاك كثير. شوفوا كيف السقف والإضاءات كيف، شوفوا كيف حتكون إن شاء الله. خليكم متابعين كذا إن شاء الله أول بأول. المواصير وصلت، تمديدات إن شاء الله. منطقة الانتظار، هنا كان الريسبشن، هنا جلسة الاستقبال،
اذا فاكرين. حوريكم قبل كيف كان الصالون، ان شاء الله حتشوفوا كيف بعد. طب هذا الدور الاول، في الدور الثاني فوق بعدين اوريكم، هو اللي هو مساج وحمام مغربي. ان شاء الله حضلعكم بامر الله. اقوى مركز عنايه في مكه ان شاء الله، دعواتكم. يلا صفقوا معايا فوق.